ومعانا النهاردة عطلة عن كنترول البي اس في شاحنة مرسيدس اكتروس. العطل بتاعنا يخص حاجة اسمها سبيد سنسور ات رايت فرونت اكسل. ايه الكلام ده يا جماعة؟ العطل اولا الكود بتاعه 4042، وبرضو البرنامج ما بيبخلش عليا، بيقول لي العطل معناه ايه. سبيد سنسور يعني حساس السرعة على المحور الامامي في الجنب اليمين. ايه المشكله بقى في الحساس ده يا معلم؟ بيقول لي الحساس ده كاتب لي، ما هوش كاتب يعني، مش بيقول لي كتابه، لا هو راسم رسمه كده معناها شورت سيركت تو بوزيتيف. يعني ايه يا جماعه؟ عندي ماس كهربي في الحساس ده. طيب ماشي. اتعودنا طبعا ان احنا في الواجهه بتاعتنا بيكون في جنب في رسمه في الجنب اليمين، وفي جنب في كتابه في الجنب الشمال. الجنب اللي في اليمين ده عشان اعرف اتحرك بالافو بتاعي والقياسات بتاعتي واعرف الموضوع رايح فين وجاي منين. والجنب الشمال بيوجهني التوجيهات اللي هتحرك بيها بشكل صحيح عشان ماخدش وقت كبير واضيع فلوس في حاجات اغيرها مش مطلوب تغييرها. طيب اول حاجه بدأ فيها فوق بيقول لي الشكل بتاعي ده بيعبر عن ايه. بيقول لي 11 عشان افهم الجنب اليمين لازم اقرا الجنب الشمال. 11 اللي هو البي اس بريك كنترول، كنترول الفرمله، وتحته بي 31 البلاك كونكشن تو 1 و2، الفيشه بتاعتي اللي رايحه لحساس البي اس. اي رمز بيه اقابله في الدنيا بتاعت الاكتروس معناه ان ده حساس. تمام. يبقى انا كده فهمت اي بي يبقى حساس. 31 بقى ده بيعبر عن ايه؟ ممكن حساس تاني، كل حساس ليه رقم. فبي 31 في الرسمه بتاعتنا بتعبر عن حساس اللي هو الار بي ام سنسور، حساس البي اس. احنا بنسميه حساس البي اس او حساس السرعه. ده حساس السرعه المرتبط بكنترول البي اس اللي هو راكب على العجل، غير حساس السرعه الموجود على الفتيس، دي قصه تانية خالص، ده ملوش علاقه بده خالص. تمام. عندنا اسباب العطل المحتمل. طيب قبل ما ندخل على اسباب العطل المحتمل نبص بصه كده على الوايرنج اللي هو رسمه في الجنب اليمين. اول حاجه بدأ فيها فوق خالص ال 11، دايما فوق ده اكبر حاجه او اخر نقطه توصيل بتبقى فوق في ال 11، ده الكنترول بتاعي. تحت الحساس بتاعي بي 31 اللي هو ده. تمام. بي 31 في عندي طرفين، واحد واتنين. واحد ده لونه ايه؟ دبليو اس في جي اي. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ دبليو اس يعني ابيض، وجي اي يعني اصفر، يعني ابيض في اصفر. والسلكه التانية رقم اتنين دبليو اس في جي ان يعني ابيض في اخضر. تمام. رايحين لفين؟ رايحين فين السلكتين دول؟ رايحين ل اكس 31، الفيشه اللي راكبه 3.1 دي في الغالب بتبقى في الشاشه كاب. تمام. تمام 3.1. 18. العلامتين اللي هي الشكل اللي هو الحرف ده المجدول ده، او ده معناه ان السلك ده مجدول. يعني ايه مجدول؟ ملفوف على بعض. علامة كده ايه، زي شرطة لفوق وخط مستقيم بعدين شرطة لتحت. ده السلكتين دول ملفوفين على بعض، يعني مش ماشيين عشان انت برضو لما تغيرهم، لو هتغيرهم او هتعمل فيهم حاجة تعملهم بالشكل ده. كل ده حاجات ليها نظريات ناس حطاها بتوع الكهرباء بتخدم الموجات الناتجة عن الإشارات والكلام ده، فلازم تتعامل بالشكل ده يعني. لو ما تعملوش برضو عادي، مش هيأثر، مش هيعملوا مشكلة، بس ده الأصح يعني ومفروض ده الشغل المظبوط يعني. تمام. رايحين ل 13 اكس 3.1. في الشاسي كاب البنا رقم 12 والبنا رقم 13. طبعا هو كاتب في الشمال 18 دي. تمام. 18 دي يعني ايه دي؟ 18 دي البنات كلها 18، الفيشة فيها 18 بنة، والفيشة التانية 18 انا عايز النقطة رقم 12 والنقطة رقم 13، دول اللي جايين من عندي من الحساس ورايحين فين؟ رايحين للكنترول، كنترول الفورمولا اللي هو فيه الفيشة اكس 3. اكس 3 دي اللي هي فيشة بينا رقم 4 وبينا رقم 5. تمام. والفيشة كلها كان بينا 9 بنات. بينا يعني نقطة توصيل، يعني النقطة اللي بوصل عليها سلك. او يعني 9 دي مش كلهم، ممكن يكون مش كلهم واصلين لهم سلك، بس مكان موجود لتوصيل سلك. تمام. عرفنا الرسم بتاعنا والوايرنج بتاعنا والوان السلك والقصة دي كلها. رقم واحد اللي مكتوب ده، رقم واحد ده معناه ايه؟ مساحة مقطع السلك، يعني السلك ده 1 مليمتر. تمام. سلك ملي 1 ملي. تمام. الناس بتوع الكهرباء طبعا فاهمين الكلام ده. فالبص بيقول هنا هندخل على الحتة دي. بيقول لي ايه بقى الاسباب المحتمله؟ بصوا الكوز اوف فولت يعني اسباب المحتمله للعطل. كنترول بي اس تمام في مشكله، الار بي ام سنسور فيه مشكله، اللاين السلك الاولاني فيه مشكله او السلك التاني فيه مشكله. الترتيب ده المفروض يا جماعه ما يبقاش بالشكل ده، المفروض يبدا بالسلك وينتهي بالكنترول. ما علينا. السلك اول حاجه ببدا بالاسهل والاقل تكلفه. اي حد بيصلح عطل يبدا باسهل حاجه واقل تكلفه، ما يبداش باكبر تكلفه، يبدا باقل تكلفه. تمام.
مينفعش اغير الكنترول بعدين اروح اشوف السلك سليم ولا مش سليم. دي كده انا كده دي واحد اتنين تلاتة في اي حد بيصلح عطل او راجل كهربائي كده بيبقى شغال غلط. يشوف السلك يشوف الحساس. طبعا الاسهل اللي هو ايه، لو اسهل ليه الحساس يبقى يشوف الحساس الاول. يعني مثلا اشوف الحساس ازاي، هنشوف تحت المقاومه بتاعته قد ايه، وبعدين ممكن يشيك على السلك بالكامل، او السلك برضو سهل مش صعب، بس اخر حاجه كنترول. تمام. السلك الاولاني اتاكد ان هو بيقول لي يعني ممكن السبب المحتمل اللي هو عندي يكون في ماس كهربي في السلكه الاولانيه، او ماس كهربي في السلكه التانية، او الحساس نفسه في مشكله، او الكنترول. طيب السلكتين دول عارفين احنا هنكشف عليهم ازاي كناس كهربائيه. تمام. اتاكدت ان مفيش فيهم ماس، يبقى اتاكد على الحساس. طب الحساس اتاكد عليه ازاي؟ اقيسه بالافو بتاعي. الافو بتاعي ايه تحت؟ بيديني حاجه اسمها انفورميشن. ايه مديني انفورميشن يعني ايه؟ بيقول لي الكويل بتاع الحساس المقاومه بتاعته 1150 في درجه حراره 20. درجه حراره 20 اللي هو درجه حراره الجو، اللي هو درجه الحراره العاديه في الشتاء بالنهار في الشمس موجوده. بالليل لا، في بالليل ممكن تبقى مثلا 12 10 او ممكن اماكن اقل من كده. فبالتالي المقاومه هيتغير شويه، هتقل هتزيد، فهتبقى بس قريب في الدايره دي. هو بيقول لي تحت هنا هتزيد 4 او تقل 4 لو درجه الحراره زادت 10 او نقصت 10. تمام. يعني كل 10 درجات بيتغير 4. تمام. يعني لو في فرق 20 هيبقى هتقل 8 او هتزيد 8 برضه قريب، يعني 1160 مثلا، 1165، 1140. تمام. لكن مش هتبقى مثلا 2000، لا، يبقى 2000 دي بعيدة خالص، بعيدة عني. او 4000، لا، ده رقم كبير خالص، يبقى كده في مشكلة في الحساس. اتأكدت ان الحساس مفيش مشكلة، السلك مفيش مشكلة. تالت حاجة الكنترول، يبقى كده عندي بنات التوصيل اللي داخل الكنترول فيها قفلة ملمسة شورت سيركت تو بوزيتيف. يعني ايه فيها قفلة للسلك الكهرباء او دايرة الكهرباء الموجب. كده يكون وضحنا كل معاني كل التفاصيل المتعلقة بالعطل ده. وتحت اسك دي يعني خروج F1 يعني رجوع للخلف، F2 يعني خطوة اللي بعد كده، F3 يعني F6 يعني الهيلب ان انا ادخل على المساعدة لو عايز معلومات اكتر، F8 يعني يعمل لي زوم على الدايرة بتاعتي دي بتاعت الوايرنج، F11 ان انا برنت واطبع الحاجة بتاعتي.